في اخر الماتش بتاع الاهلي وانتر ميامي هزه ارضيه بتضرب بالكره الارضيه بشكل كامل، وبعد بحث وتطور وقعدنا نلف وندور هنا وهنا اكتشفنا ان هي شخرت جماهير النادي الاهلي على حسين الشحات وهجمه حسين الشحات. بجد ايه 7 ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ عبث كروي. اسهل ماتش في البطوله انت بتضيعه. اسهل، مش هتلاقي اسهل من كده. انت بتلاعب فريق هم لاعبين ميسي وبوسكيتس. ايه ده؟ ايه ده؟ لعيبه كتير لازم تقف عندها النهارده. والله العظيم لعيبه مش مؤهله لان هي تلعب بطولات زي كده. احنا عندنا اللعيبه المصريه فيها مشكله، وده ما بيحصلش مع الاهلي بس، بيحصل مع كل اللعيبه. احنا شفنا بطوله قدمناها قبل كده مع منتخب مصر، كسبنا البرازيل، كسبتنا بالعافيه 4-3، وكسبنا ايطاليا ورحنا خسرنا من امريكا اسهل فريق في البطوله. نفس الكلام النهارده، بتضيع اسهل ماتش ممكن يجي لك في البطوله زي كده. انت ازاي النهارده تكسب الشوط الاولاني 6 7 8 مستريح؟ ضربه جزاء بتضيعها، تريزيجيه بيخش، مش هو اللي هيشوط وبيخش يشوط. وشفنا الفيديو اللي منتشر دلوقتي ان الناس عماله تتكلم وعمال يتكلم مع زيزو واسامه ابو علي. يا حبيبي سيبهم هما يشوطوا، انت داخل حاطط زاويه الرجل لو راح فيها انت مش شويت ضربات جزاء، انت مش محمد صلاح. لازم لعيب يكون عنده خبره يقدر يشوط ضربات جزاء، لعيب يكون اعصابه، لعيب هو يكون متمرس في الحته دي. النهارده جماهير الاهلي اتحرق دمها حرفيا. ليه؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ النهارده احنا مؤهلين للشوط الثاني، احنا ننزل نكسر الدنيا. ريبيرو ما عندوش اي مشكله، لازم تقول لك التشكيل غلط واصل مش عارف ايه والملعب كان مايل ناحيه الشمال. يا جدعان انتوا ما بتفهموش كوره. قوه انتر ميامي في العمق ونص الملعب، كان لازم هو يقفلها، وكان قافلها كويس جدا 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 لحد اللحظه المؤلمه لجماهير النادي الاهلي، اصابه امام عاشور في كسر في التركوه. للاسف امام عاشور دي اسوأ لحظه ممكن تحصل على اي حد من جماهير النادي الاهلي. امام عاشور احسن لاعب عندك، امام عاشور نجم الموسم، امام عاشور هداف النادي الاهلي، بيتصاب وتخسروا بقى البطوله. للاسف الشديد، للاسف دي اسوأ لحظه. النهارده حسين الشحات اسوأ مباراه واسوأ اداء واسوأ لاعب ممكن يلعب في النادي الاهلي. ايه ده؟ لا عنده احساس بالمسؤوليه ولا عنده اهتمام ولا عنده اي حاجه. النهارده الكره الاخيره بتعبر عن شخصيه حسين الشحات. انت بتعمل فيها ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ انت لا منك بصيت ولا منك شوط ولا منك عملت اي حاجه. رايح 4-2 في الدقيقه 95 جول، خلصت المباراه. رحت واقف عمال تحنجل بالكوره وهوب اتقطعت منك. ايه الحنجله اللي انت بتعملها دي؟ انت بتلف على نفسك بترقص باليه؟ دي مش كوره، دي انت ما بتلعبش كوره. النهارده لعيبه، فيه لعيبه نجوم، الشناوي، مروان عطيه اللي عامل مباراه عالميه بالنسبه لي. مروان عطيه قدر يوقف ميسي. كوكا. النهارده في لعيبه كتير، تريزيجيه كان في التحولات كويس جدا، ولكن نهى المباراه اسوأ نهايه، ان هو يضيع ضربه جزاء ويخش مش دوره ويخش عايز. انت كابتن، انت قائد الفريق، انت ما ينفعش تعمل كده. انت المفروض لو انت قائد الفريق وانت قد المسؤوليه، اللعيبه هي اللي تيجي تديك الكوره، مش انت اللي تروح عايز تاخد الكوره. النهارده ريبيرو لازم يعمل موقف قوي جدا مع اللعيبه، لازم يكون حازم خصوصا في اللقطه دي. اللقطه دي لو عدت كده عدت مرور الكرام، اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي هتبوظ. لا مفيش نجم، الفريق هو النجم. النهارده الشوط الثاني تغييرات ولا اسوأ، ولكن المشكله مش في ريبيرو، المشكله ان ريبيرو مش عارف امكانيات اللعيبه، ما قدرش يحفظ. حتى هو في المؤتمر الصحفي قال لك كده، احنا ما خدناش وقت كفايه. النهارده هو نازل باني افكاره على حاجات معينه شافها في مباراه باتشوكا، لكن مش قادر يفهم ان اللعيبه مش تعمل ده. حسين الشحات مش هيديك 10، مش هيديك مستحيل. النهارده تغييره محمد بن رمضان قوي جدا، ولكن ما يقدرش يديك ال 60 ال 90 دقيقه. هو اخره 50 60 دقيقه، لسه ما اكتملش فنيا. زيزو اثبت ان هو صفقه قويه جدا. النهارده في التحولات حاجه ولا اروع. النهارده زيزو صانع لك عامل لك ضربه الجزاء. النهارده زيزو فارق معاك. بن شرقي كان لازم ياخد في المباراه دي. بن شرقي لعيب واحد على واحد كويس جدا، لعيب اهدى قدام الجون، كان ممكن من نص فرصه يخلص لك الماتش. لكن هو عشان مش حاطط ايده على امكانيات اللعيبه كويس جدا، ما قدرش يقرا من سيناريو المباراه ويعمل التغييرات الصح. ديانج فين؟ ديانج لعيب قوي جدا، فين هو ديانج اللي ما نزلش النهارده؟ لسه ريبيرو ما حطش امكانيات ايديه على امكانيات اللعيبه كلها، ولكن ريبيرو يبقى عنده افكار. النهارده باين لنا ان هو عنده فكر، عنده شغل عالي بيعمله في الملعب. في لعيبه فايقه، في لعيبه بتلعب بمستوى قوي، في لعيبه داخله البطوله وهي مركزه، والناحيه الثانيه لعيبه بتقدم قمه الاستهتار، بتضيع مستوى ومجهود لعيبه ومعاهم واصحابهم عشان خاطر عايز ياخد السكسيه. السكسيه ما بيبقاش للعيب، السكسيه في النهايه بيبقى للفريق ككل. النهارده انت كنت ممكن تقدم رساله قويه جدا 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 لكل الفرق في البطوله، لكل الفرق اللي موجوده في البطوله.
تكسب 3-4، تكسب انتر ميامي على ارضه في المباراه الافتتاحيه، ده اكبر دليل انك انت نادي قوي. لكن انت ما عملتش كده، ما عملتش كده ليه؟ عشان خاطر اللعيبه اللي عندك لا مؤاخذه لعيبه بتتعاولى. اللي بيحصل النهارده ده استهتار، استهتار بمعنى كلمه استهتار. النهارده ريبيرو يعمل ايه؟ موديك ب8 9 فرص انت ما جبتش منهم ولا كوره. هل هو هينزل يحط الكوره برجليه؟ النهارده مش فاهم اللعيبه مالها، مش فاهم فيها ايه. اللعيبه مش فاهمه ان هي بتلعب بطوله كبيره جدا، بتلعب باسم النادي الاهلي، بتلعب باسم جماهير النادي الاهلي. النهارده الملعب الاستاد بتاع انتر ميامي، ولكن جماهير النادي الاهلي 80% منها موجود. انت بقى عملت لهم ايه؟ قدمت لهم ايه؟ بتاخد السكسين نفسك، بتاخد اللقطه، كل واحد نازل عمال يتحنجل بالكره، واللي عايز يشوط واللي عايز يباص واللي عايز يرقص واللي عايز يعمل واللي عايز يلف حوالين نفسه، وفي الاخر خالص طلعت ايه؟ طلعت بنقطه واحده. نقطه واحده في اسهل مباراه انت ممكن تكسبها. هل انت بقى النهارده بتقابل ميسي وبوسكيتس بس تقريبا هم اللي بيلعبوا؟ هل انت النهارده هتقدر تقابل بقى فريق زي بالميراس؟ الفريق قوي على فكره. الناس اللي بتقول لك ان بالميراس لا احنا لعبناه قبل كده وكسبناه مره وهو كسبنا مره، لا، بالميراس السنه دي مختلف. بالميراس السنه دي عنده لعيب قيمته التسويقيه 55 مليون يورو، وهو لسه قد عنده كام سنه؟ عنده 19 سنه، يعني دليل على ان هو عنده لعيبه قويه. النهارده بالميراس اقوى فريق في البرازيل. بالميراس فريق قوي جدا جدا عن اللي هتقابلته قبل كده. هتعمل معاه ايه؟ النهارده هتقابل بورتو، هتقابل بورتو فريق قوي، ما حدش يقول لك بقى مش في مستواه، اللعيبه مش منسجمه، لا مفيش الكلام ده. في النهايه انت هتقابل بورتو، هتقابل مدرسه مختلفه، مدرسه اقوى، مدرسه فيها 3 4 5 6 لعيبه جامدين. هتعمل معاهم ايه؟ النهارده انت مش عارف توقف ميسي. النهارده خطوره انتر ميامي كلها جايه من ميسي، من لاعب واحد. انت مش عارف توقف لاعب واحد، ولاعب واحد عنده 35 سنه، يعني خلاص ما بيديش كتير. ما بالك بقى اللعيبه الخمستاشرات والعشرينات والخمسه وعشرينات، اللعيبه اللي بتجري وبتاكل النجيله، هتعمل معاها ايه؟ هتلعبها ازاي؟ بجد حاجه ولا اسوأ. النهارده انا واحد من الناس حزين جدا، حزين جدا على النتيجه دي، وحزين اكتر على اصابه امام عاشور. النهارده انت بتاخد بونت بالنسبه لي خساره. انت المفروض النهارده كنت تاخد 3 نقط، خدت ال3 نقط تروح تفكر تتعادل في الماتش، في الماتشين تصعد. لكن انت عملت لنفسك ايه؟ حطيت نفسك في حسبه بيرما، هتقعد تلف حوالين نفسك الماتشات الجايه. طب ليه؟ ليه تعمل كل ده؟ انت كنت قادر تكسب مستريح وتصعد. لعيبه مستهتره، لعيبه ما عندهاش التزام، لعيبه ما عندهاش احساس بالمسؤوليه، ما عندهمش اي حاجه. النهارده احنا كلنا كنا مستنيين نتفرج على اهلي. اهلي ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده انا لو من مدرب كنت شديت في شعري يا راجل. ايه، كنت رعيت والله وانا واقف بره. ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده؟ رايح بسبع 8 كور بتضيعها، حمدي فتحي بيحط الكره بمنتهى الاستهتار، تريزيجيه بيخش ضربه جزاء بمنتهى الرعونه، ترجع له لو سابها لزيزو جاي وراه يحطها جون، لا عايز يلعبها بالشمال. مش فاهم انا، هو انت لازم تجيب الجون هيقولوا اللي جاب الجون اهو؟ هيمشوا يشاور عليه يقولوا اللي جاب الجون اهو؟ لا يا عم، هيقولوا الاهلي كسب. هتفرح جماهير الاهلي 100 مليون واكتر، هتفرحهم. ايه الرعونه اللي انتوا فيه؟ ايه الاستهتار ده؟ النهارده في حاجات كتير في الكوره لازم نتكلم فيها. هنعمل فيديو هنوريك تفاصيل، هنوريك كوارث في المباراه، كوارث. في لعيبه عم بتعمل كوارث في المباراه، واللعيب بيقف حوالين نفسه، وقفشه بينزل يتحنجل، وشويه حسين الشحات يتحنجل، وطاهر نازل عامل لي فيها السوبر طاهر، مسيو لافيزون طاهر، وما بينزل بيتمرجح كده وهو ماشي، مش قادر يجري على الكوره، بيتعالى على الكوره، بيتنك فيها يا جدعان. مش كده، مش كده والله العظيم، احنا بجد دمنا اتحرق. الاهلي النهارده مستريح يكسب، تكسب مستريح. ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه؟ طب ما يا عم اجيب جون واتنين وبعد كده اتمنظر واتشقلب بالكوره لو انا عايز. لكن ليه اعمل؟ ليه اوصل نفسي لان انا اوصل لكده؟ ليه عملت في نفسي كده؟ عشان انتوا لعيبه ما عندكوش فكركم قد كده محدود. حاجه زفت والله العظيم، حالات دمنا اقسم بالله. قاعدين لحد الساعه 3 ومستنيين وعمالين نقول يا رب، واللعيبه في منتهى الرعونه بتيجي قدام الجول وتقعد تحنجل حوالين نفسها. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر شويه لعيبه ما عندهمش مسؤوليه، شويه لعيبه داخلين يلعبوا لنفسهم. يا جدعان ده انا لو في الملعب هتحرق على عياط امام عاشور اللي عيط عشان خاطر هيخرج من الملعب. انت راجل ربنا مديك وكربك ومخليك في الملعب، العب بقى، خلص بقى، ما تقرفناش بقى يا عم حسين يا شحات. قرف اقسم بالله اللي انت بتعمله ده قرف.
كرة رايح واحد على واحد قبلها تروح متزحلق ونايم على بطنك. ايه يا عم انت عايز حد؟ مش فاهم انا في ايه. ايه ده؟ انت عامل ايه قبل الماتش؟ كرة تانية مش عارف هو بيعمل ايه، عايز يشوط ولا عايز يباصي ولا عايز يعمل اي حاجة، بيتحنجر حوالين نفسه. اقسم بالله منتهى الهبل والاستهتار. في الوقت اللي فيه لعيبة تانية كانت بتموت نفسها. مروان عطية مموت نفسه، الشناوي مموت نفسه، كوكا مموت نفسه، وسام ابو علي مموت نفسه. امام عاشور قبل ما يطلع بيعيط ومحروق دمه ان هو هيطلع، مش فارق معاه الاصابه قد ما فارق معاه ان هو يطلع من الماتش. تريزيجيه ضربه جزاء عايز يخش يشوط وخلاص. يا عم ما تنايم، ما تشوطهاش. انت مش مترتب رقم واحد. انا بقول لك انت مش مترتب رقم واحد. انا المدرب عندي وسام ابو علي وعندي زيزو، واخلي تريزيجيه يشوط ليه؟ عنده ايه عشان يشوط؟ هو مش شويت ضربات جزاء اصلا. يعني هو تريزيجيه اصلا مش شويت ضربات جزاء. فليه؟ اقفل بقى الصفحه دي بكل بلاويها بقرفها بعكها بالهبل اللي فيه ده. اقفل على الصفحه دي وبص بقى على ماتش بالميراث الاصعب بالنسبه لك. النهارده الجون اوسكار انت نجمته. جون داخل فيه 27 جون، جه قدامك بقى نوير. وعلى فكره مش حرفانه منه، لا انت اللي نجمته، انت اللي بتحط له الكور سهله، انت اللي بتدلع، انت اللي بتتعاولى، انت اللي بتعمل كل حاجه. خليته نجم، خليته رجل المباراه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان شويه لعيبه مستهتره، شويه لعيبه مش ملتزمه، شويه لعيبه فكرها محدود، مخها قد كده، مش فاهمه ان هي لما تكسب البطوله دي هتعمل ايه. مش فاهمه المكسب ده كان هيوديك فين. كنت هتقدم رساله قويه لباقي الفرق ازاي. بقول لك على حاجه، انتر ميامي ده هيشيل بالاثنين والثلاثه من بالميراس وبورتو، هيكسبوه 3 و4 وهيبقى حصلت المجموعه. لكن معاك انت عمل ماتش وضيع عليك فرص وكان قادر يكسب في الشوط الثاني. حتى الكوره اللي جات لك في الشوط الثاني تخلص بيها الماتش اتعولقت وما جبتهاش. خلينا بقى نشوف ايه اللي جاي اللي هيحصل. ولو ان انا من دلوقتي بقيت مش متفائل بالاداء ده، بقيت مش متفائل خالص. حاسس ان الاهلي كده اللعيبه دي لو ما فاقتش وركزت الماتش الجاي وبدات تحس ان هي كمجموعه وينسوا من قصه النجم ده، الاهلي هيشيل قبح في البطوله دي. سلام.